السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطالنا أبطال أولى إعدادي، ازيكم يا باشمهندسين، ازيكم يا دكاترة، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. باقي درس ونخلص نص المنهج خلاص. الدرس التاني إن شاء الله النهاردة في الوحدة التانية، ويبقى لنا فيها درس وتكون الوحدة دي كده كومبليت إن شاء الله، ويبقى خلصنا نص المنهج الصعب. ما عادش بقى إلا النص السهل. قبل أي حاجة نسمي الله، بسم الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد إزاي نجمع ونطرح المقادير. خدنا قبل كده الحد، وقلنا الحد ده يا أستاذ زي مثلا سالب 2x، ده حد. إما يا أستاذ لو كنا قلنا 2x زائد 3 ده اسمه مقدار، أو سالب 2x زائد 3. ليه؟ عشان هو عبارة عن حد جبري وحد عددي، واتفقنا ان الحد الجبري ده بيكون في مجهول. وخدنا قبل كده الحدود المتشابهة، وقلنا يا شباب الحدود المتشابهة دي بعرفها من المجهول. يعني لما اجي اقول هل A و A أس 2 متشابهين؟ لا يا أستاذ. هل سالب A و 2A متشابهين؟ أيوة يا أستاذ. ليه؟ أنا ببص للمجهول وأسه، الأس اللي هو سنه، عمره. كنا اتفقنا بنعرف الحد ده من السن بتاعه. أبص على الأس، مش مكتوب حاجة بيبقى مكتوب واحد، ويبقى ده عنده سنة وده زيه، خلاص يا أستاذ زي بعض. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نجمع المقادير. قال لك في طريقتين اتنين للكتابة أو إزاي تجمعهم، في طريقة أفقية وفي طريقة رأسية. يعني لو أنا معايا A زائد 2B ومعايا 3A زائد 5B، عاوز أجمع دول يا باشمهندس، جه قال لي اجمعهم. الطريقة الأفقية الراجل قال بمنتهى البساطة اكتب العلاقة الأولى، حلو، وهشيل الفاصلة وحط زائد، كويس، واكتب العلاقة الثانية دي ايه. فالراجل قال لك يا هندسة، مش انت عرفت بقى يا حبيب قلب الحدود المتشابهة؟ قلت له ايوه. قال ما تجمعها لي مع بعض كده. تعال اذكرك الحدود المتشابهة يا أستاذ، يعني ده A عندها سنة أخدها مع A اللي عندها سنة زيها، بنعرفها من الأس. والبي يا أستاذ ناخدها مع البي اللي زيها. بص حضرتك، هنا 2B وهنا 5B، أجيبهم أجمعهم مع بعض في أقواس، يعني زي كده A زائد 3A دول مع بعض، زائد هنا 2B. طب افرض كانت سالب 2B، حط سالب، زائد 5B. طلع نتيجة كل قوس يا هندسة. بس يلا A و 3A، A زائد 3A يبقوا كده كام A؟ 4A يا أستاذ. برافو عليك. 2B زائد 5B، 2 من هنا و5 من هنا، يبقوا كده 7 يا أستاذ. يبقى 7 من B. طيب بعد كده نعمل ايه؟ خلاص اسمه مقدار، لأن ده مش نفسه ده، والموضوع انتهى. دي كان اسمها الطريقة الأفقية. الطريقة الرأسية يا هندسة بيكتب أول علاقة معاه 3A زائد 5B، أي واحدة منهم يكتبها الأول. بعد كده نيجي على A نكتب الحد اللي زيها. شفت هنا A اهو، هحطه تحت ال A. شفت هنا 2B، هحطها تحت ال 2B. هو الراجل بيقول لي اجمع، تمام، يلا نجمع. 3A زائد A كده 4 من A، 5B زائد 2 من B كده 7 من B. هل في مشاكل يا ولا؟ يا أستاذ مرة بسيطة، أنا سهلة جدا أصلا، ركز كده. طيب أنا أمشي بأي طريقة يا أستاذ؟ اللي تحبها، اللي ترتاح لها. هو مش هيجي يشرط عليك الطريقة في الامتحان،
هو بيعلمك ازاي تجمع المقادير، مش هيجي يقول لك افقي او رأسي، انت اللي بتحدد لنفسك الطريقة. يا استاذ الرأس كيوت، كيوت واحد شايف ان الافقية هي اللي كيوت، انت حر يا هندسة، احنا علمناك انت اختار الطريقة اللي تلاقيها مناسبة. بس هو في التمارين بتاعة الكتاب هتلاقيه ايه؟ بيألف في راسك الافكار. طيب نشوف مثال كمان، يلا. عايزك تجمع دول، قمت انت قلت بالافقية يا استاذ بكتب العلاقة الاولى واكتب العلاقة الثانية، قال لي اجمع بحط زائد. هنا 3x ناقص 2 من y زائد 5. حلو. هجيب يا أستاذ كل حاجة شكل التانية، أظللهم الأول براحتك. هاخد الإكس دي ظللتها مع 3x. حلو. أخد يا أستاذ 8y دي مع سالب 2y. حلو، بالإشارة ما تنساش. بعد كده العدد مع العدد، برافو عليك. يلا ها، قلنا يا أستاذ x زائد 3 من x، برافو. بعد كده يا أبو حميد زائد كده في النص، ماشي، دايما 8y ناقص 2 من y، برافو عليك. زائد دايما الزائد اللي بين الأقواس دي، سالب 2 زائد 5، بيرفكت، ما شاء الله عليك. يلا x وتلات اكسات، 4x. 8y هشيل منهم 2y، 8y ناقص 2y، إشارات مختلفة، بنحط إشارة الكبير اللي هي زائد ونطرح عادي، يبقى كده 6 من y. سالب 2 زائد 5، ها، مع 5 بالموجب هتشيل منهم 2، باقي 3. بمعنى تاني الإشارات مختلفة، حط إشارة الكبير اللي هو ال5 واطرح، يبقى الناتج هنا 3. بس انتهت والله، انتهت والله. طب بالطريقة الرأسية اكتب أي معادلة منهم الأول. حلو، جميل. اكتب المعادلة الثانية تحتها. حلو، وحط بينهم زائد. ها، x زائد 3x، x و3x كده 4x. 8y ناقص 2y، 8 ناقص 2 لما تكون الإشارات مختلفة حط إشارة الكبير واطرح. سالب 2 زائد 5 حط إشارة الكبير واطرح. بس كده انت طلعت الناتج يا هندسة. طيب يلا يا هندسة، ها يا أستاذ الطريقة الأفقية أدي k ناقص 3m زائد l زائد سالب 3l زائد m ناقص 7 من k. الجمع يا شباب جبت دي الأول أو دي الأول مش هتفرق في الجمع، تمام؟ تعال ناخد الكي مع بعضها. k ناقص 7k، ليه؟ k وال7k بالسالب، تمام. نقفل القوس، زائد نحط قوس تاني، سالب 3m زائد m، فاكر الخاصية دي كان اسمها الإبدال، زائد l ناقص 3 من l. حلو، يلا نعرف نطلع كل قوس. ك ناقص 7 كما تكون الإشارات مختلفة، أخد الكبير وأطرح، تمام. لما تكون الإشارات مختلفة أخد الكبير وأطرح، لما تكون الإشارات مختلفة أخد الكبير وأطرح. برافو عليك، ده كده الناتج بتاعي صح 100%. الطريقة الرأسية خدنا الأولى والثانية تحتها، كل حاجة تحت اللي زيها. ال سالب 3m، هنا الكي. يلا نجمع، إشارات مختلفة بنطرح، الإشارات مختلفة بنطرح، الإشارات مختلفة بنطرح. بس الموضوع انتهى يا أستاذ. إزاي بقى يا باشمهندسين بنطرح؟
الطرح فيه 3 كلمات قايلهم لك الحصة اللي فاتت، ركز فيهم، تعال افكرك بيهم. كنا بنيجي نقول يا باشمهندس اطرح، كنا بنقول الثاني ناقص الأول. ما زيادة يا أستاذ؟ كنا بنقول الأول ناقص الثاني. ما نقص كنا بنقول الثاني ناقص الأول. كله الثاني ناقص الأول ما عدا ما زيادة. افتكر يا هندسة، اطرح دي من دي الأول وده التاني. خد بالك ان ده الأول وده التاني. كنا بنقول الثاني ناقص الأول. ركز يا هندسة، اطرح كنا بنقول الثاني ناقص الأول. تعال نجمع المتشابهات يلا كده. سالب اكس ناقص 4 اكس زائد 8 ناقص سالب 3. صعبة يا أستاذ. واحدة خالص. أول مشكلة قابلتك المسمى، لقيته بيقول لك اطرح. لقيته بيقول لك إيه؟ اطرح ده من ده. فأنت عملت إيه؟ أول حاجة قمت كاتب التاني ناقص الأول، معنى اطرح التاني ناقص الأول. حلو؟ بعد ما كتبت التاني ناقص الأول حطيت كل واحدة منهم في قوس، ما تنساش. أجي بقى أخد المتشابه، كتبت ده، بعد كده الإشارة السالب، بعد كده القيمة اللي زيه أهو. الأول، بعد كده الإشارة السالب، وبعد كده القيمة. هنا برضو بالمثل، الرقم، بعد كده الإشارة السالب، بعد كده الرقم اللي زيه بإشارته. فبصيت لقيت في إشارتين جم ورا بعض. لما تلاقي إشارتين ورا بعض اضربهم، السالب في سالب بموجب، يبقى احنا جبنا الموجب ده منين؟ كان في سالب وبعديه سالب. يلا نجمع المتشابهات. يلا. سالب اكس ناقص 4 اكس، إن كانت الإشارات متساوية يعني الإشارات زي بعض، خد الإشارة واجمع يا باشمهندس. إن كانت الإشارة متساوية هنا إشاراتهم موجب، يبقى الناتج 11. بس كده. طيب الطريقة الرأسية، ركز كده في الطريقة الرأسية. بنقول الثاني ناقص الأول. ركز بقى في اللي هعمله ده. بقوم جاي يا باشمهندس مبدل كل الإشارات. أنا هشتغل على الإشارات الجديدة اللي بالأحمر دي. ركز. خدت بالي إن هي اطرح. الثاني ناقص الأول، كتبت الثاني بعد كده الأول، وأقوم مغير إشاراتي اللي تحت. أغير الإشارات كلها. ركز. سالب إكس ناقص 4 إكس، كده الإشارات زي بعض يا أستاذ، يبقى إحنا هنجمع سالب 5 من إكس. 8 زائد 3، مالكش دعوة بالإشارة القديمة بقى خلاص. يبقوا كده موجب 11 يا أستاذ. تاني. ما زيادة دي كنا بنقول الأول ناقص الثاني. الأول ناقص، شوف، الثاني. يلا الثاني اللي هو قيمته سالب 3A ناقص 5C زائد B. تعال ناخد كل حاجة مع اللي شبهها، نجمع الحدود المتشابهة. يلا يا أستاذ ركز كده. أدي 7A والإشارة اللي بين الأقواس، وبعد كده خد الA من القوس اللي بعده بإشارتها زائد سالب 8B، الإشارة اللي بين الأقواس واخد اللي زيها B. بعد كده يا باشمهندس 4C واخد الإشارة اللي بين الأقواس واللي زيها بإشارتها. حلو. طب ليه ما حطيتش هنا موجب يا أستاذ؟ أهوت يا حبيبي. يلا أي إشارتين ورا بعض اضربهم، يبقى هنا 7A زائد 3 من A زائد سالب 8B، السالب في موجب بسالب
بي. بعد كده 4 سي سالب في سالب بموجب 5 من سي. يلا نجمع، يلا 7 ايه و3 ايه 10 من ايه. حلو. زائد هنا سالب 9 من ايه. ليه؟ من بي، عشان الاشارات يا استاذ زي بعضها. لما تكون الاشارات متساويه باخد الاشاره واجمعهم عادي. طب هنا زائد 9 من السي. دي كانت بالطريقه الافقيه. طب بالطريقه الرأسيه كيف يا استاذ؟ سهله. احنا كان القانون ايه؟ الاول ناقص الثاني. نكتب الثاني كده، كل حاجة تحت اللي زيها. اتأكد كل حاجة تحت اللي زيها. هنا كان في بي، اخد البي واغير الاشارات. الاشارات اللي بالاحمر دي هي دي الجديدة اللي هشتغل عليها. هنا كان سالب بقت موجب، موجب بقت سالب، سالب بقت موجب. يلا 7 ايه زائد 3 من ايه. كده 10 من ايه. سالب 8 وسالب 1 يبقوا سالب 9 من بي. موجب 4 وموجب 5 موجب 9 من السي. بس كده يا هندسة. معظمنا دلوقتي قرر خلاص ان هو يمشي بالطريقة الرأسية. انا معاك، هي احسن من الافقية بكتير واسرع منها كمان. بس برضو في حتة تفاصيل الاشارات خد بالك منها. امتى بنغير اشارات وامتى بناخدها زي ما هي. اطرح يا استاذ او ما زيادة او الكلام ده بنغير في اشارات. حلو. تعال ندرب اكتر. ما نقص كان القانون بتاعها الثاني ناقص الاول. يبقى انا هكتب الثاني اهوت وارجع اكتب الاول كل رقم تحت اللي زيه. هنا 8 بعد كده في اكس ناخد سالب 4 اكس. بعد كده في واي سالب 3 من واي. ونغير الاشارات يا استاذ. شوف خد بالك. يلا 7 ناقص 8 الاشارات مختلفة. ناخد اشارة الكبير ونطرح يبقى بسالب 1. حلو. 3 زائد 4 يبقوا كده 7 من اكس. 1 زائد 3 4 من واي. والعلماء بينهم وبين نفسهم كده قالوا لو الطالب سابها مفيش مشاكل، بس يكون من الافضل ان الطالب يرتب ترتيب ابجدي. يعني ايه؟ يعني اكس واي، الاكس الاول بعد كده الواي بعد كده الرقم. يعني انت لو حبيت تسيبها في الهيئة الستاندر في الاخر، يعني ايه ستاندر؟ يعني مترتبة ابجدي اكس واي بعد كده الرقم اللي لوحده. اخر حاجة بتكون الرقم اللي لوحده. بس كده يا هندسة. كده انت طلعت الناتج ما شاء الله عليك. اجمع وبعد كده عوض. قلت له بس اهدى بس عليا. اجمع ادي 6 A زائد 7 B ناقص 2. وهنا 5 من A بحط كل حاجة تحت اللي زيها. زائد 2 من B ما في رقم زي ده بحط شرطة كده يا شباب. لو ما فيش حد زي اللي موجود بحط مكانه شرطة كده. ماشي. يلا نجمع لأنه قال اجمع. 6 A زائد 5 A 11 A. حلو. 7 B و2 B كده 9 من B. برافو. وهنا سالب 2. ممتاز ما شاء الله عليك. قال لك بدل البي وحط 1 والاي وحط 1. يعني ايه بقى 11 A 11 A يعني ايه؟ يعني 11 في 1. الاي ب1 يبقى دي 11 في 1 زائد 9 في 1 ناقص 2. خد بالك ان دي في وليست اكس. يبقى هنا 11 زائد 9 ناقص 2. 20 ناقص 2 بكام يا ولا؟ ب 18 يا استاذ. طيب بينا يا باشمهندس نكمل. اوجد محيط المثلث. دي اخر مسألة معانا يا شباب. المحيط محيط اي شيء في الكون بنجمع الاضلاع من الخارج. صح؟ صح.
تعال نكتب المعادلات دي كده يلا. أول واحدة 3x زائد y، كده أنا كتبت دي خلاص. تعال نكتب دي، الإكس تحت الإكس، الإكس خدتها تحت الإكس، وهنا موجب 4 من y. خلاص دي اتكتبت. يلا نخش على اللي بعدها، 3x زائد 2 من y. حلو، يلا نجمع. 3 ناقص 1 2، 2 زائد 3 كده 5، 1 زائد 4 5، 5 و2 7. خلاص في مشاكل؟ أنا جبت الأضلاع، مش أنت عايز المحيط يا عم؟ هحط لك الأضلاع كلها تحت بعض بس. بعد كده يا هندسة بمنتهى السلاسة هنشيل الإكس ونحط 1 والواي ونحط 3. 5 في 1 زائد 3 في 7، 5 في 1 وهنا 7 في 3 لأن الواي ب3، يبقى الناتج كله 26. ونشوف التمييز إيه، لو سنتي نحط سنتي، لو متر نحط متر. بس كده يا باشمهندس، عايزك تمسك كتاب المعاصر تفرمه. أتمنى أن أكون قدرت أفيدك ولو بمعلومة زبليكيشن كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.